السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في بودكاست تراكشن. حلقة اليوم نتكلم فيها عن أحد أساسيات التسويق وسميته الثلاثي المرح. الثلاثي المرح ليش؟ لأن ما في شركة ولا في براند إلا الثلاثي المرح هذا ممكن يلعب فيها: السوق، التسويق، والمسوق له. إذا أنك ضبطت اثنين من هالثلاثة أنت لك فرصة أنك تنجح في السوق، وإذا أنك ضبطت الثلاثة فأنت بإذن الله عز وجل راح تنجح نجاح قوي جدا. الثلاثي المرح يتكون من 3 عناصر: فهمك للسوق، ومعرفتك في السوق، ومعرفة كيف السوق قاعد يمر، هل هو في طلوع، هل هو في نزول. لما أتكلم عن السوق هنا أتكلم عن سوق المنتج اللي أنت تطرحه في السوق، وسوق الخدمة اللي أنت تبغى تطرحها للعملاء. رقم 2 من الثلاثي المرح الجميل هذا هو التسويق. فهمك للتسويق ومعرفتك للتسويق الصحيح للمنتج حقك، وين راح تسوقه، مين العميل المناسب له، وين المكان الصح اللي انت تقدر تحط فيه اعلاناتك اذا انك بتسوي اعلانات على شبكات التواصل او اعلانات على شاشات او مطبوعة، ايا كان نوع التسويق اللي انت تبغى تسويه للمنتج او الخدمات حقتك. والثالث اللي هو المسوق له، سواء كانت الخدمات او المنتجات، وجودتها وفعلا قيمتها مقارنة بالقيمة اللي يشعر فيها العميل. انت ممكن تشتري قهوة من دانكن، ممكن تشتري قهوة من ستاربكس، القيمة اللي الناس يشوفونها القهوة دانكن مقارنة بقهوة ستاربكس مختلفة. فمنتجك أو خدمتك كيف القيمة اللي الناس تشوف منتجك أو خدمتك فيها مقارنة بالقيمة اللي انت تطلب الناس في هذه الخدمة. 3 أشياء هذه جدا 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 مهمة. ثلاثي المرح ممكن ينجح وممكن يخسر المشروع حقك أو البراند حقتك. لذلك ممكن تتركز على فهمك للسوق وتقول والله السوق، خلينا نعطي مثال للكافيات. سوق الكافيات الحين is trending، الناس كلهم يفتحون كافيات وينجحون، أنا بفتح كافي. فتفتح كافي ويكون تركيزك على المسوق له، أن يكون عندك براند مرة خرافي، الكوبز مرة حلوة، اللوكيشن تصميمه جميل، لكن ما تركز على التسويق، تركز على المسوق له وأن السوق هذا قاعد يرتفع. فتفتح وأول 3 شهور ما شاء الله تبارك الله كل شيء تمام، ما نحتاج نسوق، أمورنا طيبة، إحنا الهبة، إحنا الترند. بعدين تبدأ تنزل أرقام، يبدون يقلون العملاء، بعدين تبدأ تفكر تسوي التسويق حقك. لكن لو بديت من التسويق من الوقت اللي أنت دخلت فيه للسوق واستمريت على التسويق وتأكدت واختبرت لما كان السوق فعلا يساعدك، كان لما نقل الطلب في السوق انت كان عندك خطة تسويقية صحيحة للمنتج او الخدمة حقتك. هذا بالنسبة لفهم السوق. بالنسبة للتسويق، التسويق عبارة عن شيئين مهمين جدا: في الاعلانات وفي المحتوى اللي تحط على شبكات التواصل، المحتوى اللي يصنعونه الناس، المحتوى بشكل عام، سواء كان على بلاغ ولا على تيك توك ولا على انستغرام ولا على يوتيوب ولا على اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، وغيره طبعا من أنواع التسويق، اللي هو اللوحات الخارجية واللوحات الداخلية والمنشورات المطبوعة، المنشورات الإيميل الإلكتروني، أيا كانت القنوات اللي أنت تستخدمها للتسويق. التسويق مهم جدا جدا جدا. ليش؟ لأن لما تسوي الخطة التسويقية حقتك لازم تفكر أنت في النوعين من أنواع التسويق: التسويق المحتوى وتسويق الإعلانات. ولازم تفكر فيها كأنه الإعلانات لهدفها الجذب. أنت تسوي إعلان مدفوع، الهدف منه أنك تجذب الناس لمنصات التواصل الاجتماعي حقتك، تجذب الناس للمكان اللي أنت موجود فيه، تجذب العملاء للمنصة اللي أنت جالس تبيع فيها منتجاتك مثلا، أو تجلبهم للكوفي شوب. خلينا نجلس على المثال حق الكوفي شوب، تجلبهم للكوفي شوب. لما يجون للكوفي شوب الآن لازم يكون عندك الخطة التسويقية اللي تخليهم يستمرون يجون للكوفي شوب حقك. وهذا ينقلنا للعنصر الثالث من الثلاثي المرح، اللي هو التجربة المسوق لها. التجربة المسوق لها هي شيء أنت يا صاحب البراند ولا صاحب البزنس عندك القدرة الكاملة أنك تشتغل عليها، بينما التسويق والسوق أنت يعني بشكل كبير مرة ما عليك تأثير مرة كبير عليهم. ليش؟ لأن التسويق غالبا يعتمد على المنافسين وكيف هم جالسين يسوقون في السوق وكيف هم جالسين يجذبون عملاء لهم، والسوق بشكل عام له ترند
خاص به، هل هو مرتفع هل هو نازل. بينما المسوق له أو التجربة اللي أنت تصنعها كصاحب البزنس، هذا شيء أنت عندك فيه 100% التحكم. فتقدر تصنع تجربة عميل جميلة مميزة تخلي العميل يرجع مرة ومرتين وثلاثة. وأعتقد في السوق السعودي من أفضل الأماكن اللي أنا شفتها صراحة في تجربة العميل محل اسمه هانوفيريان، براند خاصة في بالحلا الشوكليت. ما شاء الله تبارك الله مبدعين جدا. الباكجينج حقهم، التجربة حقتهم لما تدخل مكان، المكان بشكل عام، والعمال اللي يشتغلون فيه، الاستقبال، تجهيزهم للطلب، الباكجينج، الطعم. هذه هي التجربة المسوق لها. تدخل مكان تحس انك دخلت فعلا في عالم هانوفيريان، وانت جالس تاكل شوكولات خرافي بعناية خرافية بتصاميم جميلة، باكجينج أجمل، وما عندك أي مشكلة تدفع السعر اللي أعلى أو مقارب لسعر السوق. لكن الهدف هنا مو أنك تجي وتدفع السعر، الهدف هنا أنك لما تطلع تبغى ترجع مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. هذا المسوق له، وكيف أنت فعلا تقدر تصنع تجربة عميل تخلي العميل يرجع لك مرة ومرتين وثلاثة. كذا احنا شرحنا لكم الثلاثي المرح، وأتمنى من الله عز وجل أن كانت حلقة مفيدة فيها الكثير من التيبس والتريكس اللي إن شاء الله وبإذن الله عز وجل راح تفيدك في صناعة مشروعك الجديد أو بنائك للبراند الجديدة حقتك. يلا نشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية من أساسيات التسويق.